شايفك يا حزين بتقول يا لو صلاح كان جاب ضربة الجزاء كان زمان دلوقتي في كأس العالم. والله يا باشا مفيش حاجة هتحصل، ما انا حصلت مجموعة برضه زي المرة اللي فاتت. ازيكم يا جماعة؟ حلقة جديدة بقى، أول حلقات بقى كأس العالم. هنتكلم بقى عن ماتشات مجموعة. قبل كل ده مبروك للسعودية وجمهور السعودية ولاعيبة السعودية على الإعجاز التاريخي اللي عملوه مع الأرجنتين. طبعا فوز تاريخي مفيش أي منتخب عربي عمله. ممكن بقى قدام بقى يعني لو شفنا حاجة زي دي ممكن تحصل قدام، بس لا، شابوه لكل لعيبه السعوديه كلها. يا ريت بقى تنسى تعمل لايك، تشترك في القناه، وفعل زر الجرس، اسالني اسئله في الكومنتس. متنساش تروح تعملي فولو على التيك توك عشان هتلاقي هناك فيديو سريع كده عن كل ماتش في كاس العالم. يلا بينا. قطر والاكوادور. اول حاجه لعيبه قطر كانوا متوترين جدا قبل الماتش، وده باين عليهم في اول دقيقه حتى او اول دقيقتين لما حاول يرقص وكره تقطع منه او حاول يعدي بيها والكره برضه تقطع منه، وجه هجمه عاديه جدا انت عملت فاول من غير اي داعي، تعرضت جت جون، ربنا ساتر وبقت اوفسايد. في الاول كده والله الواحد ما عرفش اتلغى ليه، يعني اتلغى من عند ربنا. بعديها اكتشفنا بقى التقنيه الجديده اللي مكمله معانا كاس العالم كله، وشكلنا هندعي انها ما تجيش مصر. زي برضه مع الوقت الضايع اللي بيقول لك بيحسب لك كل ثانيه، يعني كل ثانيه الكره بتقف فيها او بتطلع بره لازم يحسبها. دي بقى لو حصلت في مصر هتلاقي ربع ساعه وقت بدل ضايع، تلت ساعه وقت بدل ضايع، هنخش في ارقام خزعبليه. الاكوادور كانت بتلعب بخطه واضحه اللي هي 4-4-2، قافلين المساحات على الاطراف وفي العمق الملعب، بيحاولوا يلعبوا على الكور الثابته والهجمات المرتده. وده باين ضعف جدا للاعيبه قطر اللي هم ولا عارفين يطلعوا بالكوره ولا عارفين يدافعوا. راح احنا كنا متوقعين كتير جدا من قطر بس خذلونا. انت مش عارف تبني لاعب، فهم بيقطعوا الكوره وبيروحوا هجمات مرتده، فلما بيروحوا هجمات مرتده انت ما بتعرفش تستخلصها فبتعمل فاولات، فبتروح كور ثابته فبتبقى خطيره. فانت اديتهم كل حاجه، يعني انت عايز هجمات مرتده خد هجمات مرتده، عايز كور ثابته خد كور ثابته. دي اكبر مشكله، اللي انت مش عارف تعمل طريقه لعب واضحه. انت عمال يا باشا تديهم كل اللي هم عايزينه، لما بتحاول تطلع بالكوره بقى بطريقه تانية بتحاول تنقل الملعب من اليمين للشمال وتتقطع برضه، عشان هم قافلين اصلا الوينجات باثنين لعيبه على اليمين واثنين لعيبه على الشمال، فهي مقريه كده جدا. وده كان تخريف من فيليكس سانشيز اللي انا مش فاهم والله هو كان بيفكر في ايه لما كان عايز يبني لعبه من تحت كده. يعني انت شايف امكانيات لعيبتك تسمح؟ علامه استفهام كبيره جدا على اكرم عفيفي. اكرم عفيفي احسن لعيب في منتخب قطر، ده مكتوب على الورقه يا باشا عندي مهاجم. بعديها بقى شويه بلاقيه نزل صانع العاب، تمام، نزل نص ملعب، ساعات بلاقيه واقف في الثلاث مدافعين ورا وبقى اخر واحد في الملعب. انت مركزك ايه؟ نفسي افهم. لسه قطر عندها امل انها تكسب سنغال وتحاول تاخد نقطه من هولندا، بس برضه الموضوع صعب، سنغال تقيله وهولندا تقيله. فنروح بقى الماتش هولندا وسنغال اللي كان الماتش قريب جدا من الاثنين، والفرقتين يعني مش عايز اقول كده والله بتضايق لما اقول كده، بس الفرقتين كانوا على نفس المستوى. في فترات من الماتش كانت السنغال احسن وفي فترات من الماتش كانت هولندا احسن، بس غياب ساديو ماني اثر جدا على السنغال. بجد ساديو ماني لو كان موجود مع السنغال كان هيقدروا يصنعوا فرص اكتر، وممكن كوره من الكورتين اللي جم دول ساديو ماني كان هيخلصها. عندي مشكله مع دفاع هولندا، فان دايك وديليخت كويسين جدا في 4 دفاع، انما في 3 دفاع هم سيئين، عشان ديليخت مش عارف يعمل ايه في المدافع اليمين ده. هو مش فاهم ايه اللي المفروض يعمله هنا. ديليخت لما كان بيلعب ب3 مع يوفنتوس كان بيقف في النص مكان فان دايك، وفان دايك لا بيقف في النص، حكي مرمي ناحيه الشمال فمالناش دعوه بيه. بس ديليخت وفان دايك يعني الاثنين تقريبا نفس المركز، ف4 دفاع يا باشا انت 100 100 كده. فان دايك وديليخت هتقفل الدنيا خالص. نيجي بقى للحارس المضحك اللي صدتين من مهند لاشين يا باشا وتعظم بقى اعظم حارس في افريقيا، كابتن ادواردو اكرامي. والله مندي عامل فورمه شريف اكرامي، يعني يا باشا انت بتضحك. مندي بيضحك، مندي بقاله فتره كده مع تشيلسي، ولو حتى شفناه مع السنغال بيضحك، ما بيقفش جول. جونين مندي يشيلهم يا باشا، غلطتك 100% يعني. كده المجموعه سخنت شويه في الماتش الجاي بين هولندا واكوادور. هولندا بنسبه كبيره ممكن تكسب، والاكوادور هتلاعب السنغال على ماتش فاصل بقى. عايزين بقى نتمزج بقى المجموعه دي شويه. نخش بقى على اللي جايين رحله اصلا مش رايحين يلعبوا كوره، منتخب ايران مع انجلترا. انجلترا يا جماعه انا شايف انها فرقه جاهزه بجد والله انها تنافس على البطوله، مش فرقه انها تخش تاخد البطوله بس، لا بنسبه كبيره هتنافس على البطوله. اللعيبه كلها فورمتها عاليه جدا، ساكا فورمته نار، تيرلينج اللي بيفوق مع انجلترا، هاري كين اللي ثابت في مستواه كويس، ماونت اللي لما بيشتغل شويه انجلترا كلها بتشتغل، انا شايف كده. بس ماونت بينام انجلترا كلها بتنام، مع وجود بقى بيلينجهام في نص الملعب ان الواحد بصراحه نفسه يتفرج عليه. يعني مع دورتموند ما بيلحقش يتفرج عليه حتى في الشامبيونز ليج برده على حاجه خفيفه. لا يا جدعان بيلينجهام جامد جدا ويستاهل الفلوس اللي هم عايزينها فيه، 120 150 مليون. لا يا باشا انت تستاهل، ولعيب عنده 19 سنه وبيأدي بالاداء ده عظمه. كمان ديكلان رايس من اللعيبه الارتكاز اللي سهل جدا تجيب له الكره الثانيه، ذكي جدا في التحركات وبيتوقع الكره في كل مره بتيجي صح. يفضل طبعا المشكله الكبيره في انجلترا هاري ماجواير، يعني الناس كلها شايفه اللي هو وحش، وساوث جيت
ماجواير لازم يبقى اساسي يا باشا، انت بتفهم ازاي؟ طب انا عايز حد يقنعه اللي هو ما بيعرفش يلعب. يعني شفنا في الجون اللي هو ساب مركزه وساب حتته وراح يضغط على واحد بره ال 18، فاتلعبت من وراه. انت ده اي مدافع في ابتدائي يا باشا مش هيعمل كل اللي انت بتعمله ده. بعديها وقع قال انا دايخ وبتاع، شغل فيك قوي يعني. المنتخبين التانيين بقى اللي في المجموعه امريكا وويلز، امريكا فرقه صغيره هجوميه بيلعبوا كره حلوه سريعه، بس برضه عندهمش خبرات. يعني الشوط الاول هم ماسكين ويلز بالطول بالعرض، المفروض الشوط الاول يخلص 3-0 لامريكا بالميت، يعني انت معرفتش الجون اللي انت جبته تغطيه بجون تاني. الشوط التاني ويلز بقى بخبراتها بجاريث بيل ورامسي، وهم كانوا موجودين في اليورو من زمان وفي كاس العالم وبتاع، دخلوا يا باشا ضغطوك خالص. الشوط التاني كله تقريبا امريكا ما جاتش الشوط التاني، وقدروا ياخدوا بيلين باستهتار كبير جدا من المدافع. يعني يا باشا مفيش خبره خالص، مفيش خبره. بس امريكا انا شايف انها هي الطرف الاحسن اللي ممكن يصعد مع انجلترا بالكره الهجوميه، باللعيبه الصغيره اللي عندهم ممكن يعدوا كده مع انجلترا. نخش بقى على اخواتنا اللي مشرفينا اللي رافعين راسنا، المنتخب السعودي اللي عمل معجزه من معجزات كره القدم، انك تكسب المرشح الاول للبطوله. دي حاجه يا باشا ما بتحصلش غير مره بس، انك تكسب الارجنتين المصنف الاول للبطوله باسلوبك، تفرض انت اسلوبك على الارجنتين، دي تكفي والله عند الناس كلها. ايه ده؟ هو السعوديه كانت فرض اسلوبها على الارجنتين؟ مش عارف، بص الاحصائيات وبتاع. يا باشا الاحصائيات مش كل حاجه، انت روح شوف كلام باتيستوتا بين الشوطين اللي قال لك منتخب الارجنتين ما يستحقش اللي هو يبقى كسبان 1-0 الشوط الاول. ممكن جون من الاجوان الاوفسايد اللي جت دي ممكن تتلغي، بس دي يا باشا ريسك. انت هيرفي رينالد واخد ريسك، انا هلعب هاي لاين وضغط على المدافعين، ده ريسك. هو كسب الرهان خلاص، محدش يقدر يفتح بقه. انما لو خسر الرهان وبلع له 6-7 نطلع يقول ايه يا باشا طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيها دي؟ بس خلاص كسب الرهان، ودي اهم حاجه في الكوره. والسعوديه صدقت الرهان بتاعها انها هنلعب هاي لاين لكذا سبب. اول سبب ان ميسي ما بينزلش يستلم الكوره، لو ميسي كان بينزل يستلم الكوره فباشا مش هينفع نلعب هاي لاين، عشان ميسي يستلم الكوره هيديني سرور عكسي لتليافيكو اللي بيجري الناحيه الثانيه ومش هيبقى اوف سايد ولا اي حاجه. هو ميسي ما بينزلش يستلم الكوره، مين هيدي سرعات؟ هو بيلعب بكريستيان روميرو واوتوميندي، مين هيعرف يدي سرعات؟ ولا حد ديبول الارتكاز مش عارف يدي سرعات عشان اصلا مش لعيب فيجن وبتاع ويدي سرعات، هو لعيب بيقطع كور خلاص. فدي اول سبب خلاه يلعب هاي لاين. ثاني سبب ان الاثنين مدافعين بتوع السعوديه صراع مش بطاء، عشان كده لا ناخد الهاي لاين، وانك تطبق الهاي لاين بكل حذافيره دي كبيره جدا يا باشا. هاي لاين ضغط على المدافعين، الحارس واقف بره شويه عشان لو الكره اتلعبت طويله يطلع ياخدها، بس برضو وجود التقنيه الجديده ساعد السعوديه. يعني لو كان في فار كانت ممكن الكره بتاعت لوتارو دي تعدي وتدخل جون، انما التقنيه الجديده دي هي اللي خلت الكره دي تتحسب اوف سايد. فهو مشيت معاه، بس ده توفيق من عند ربنا بسبب الاجتهاد. في الاخر مبروك للسعوديه، انا فرحان جدا بصراحه كواحد عربي، فخور جدا بالمنتخب السعودي اللي هو عمله في الارجنتين ده، مع اني لسه عندي توقعي برضو حاجه كبيره جدا للسعوديه ولينا كلنا كعرب ان فريق عربي يكسب مرشح الاول للبطوله. اما بقى من الناحيه الثانيه من المجموعه المكسيك وبولندا، المكسيك فرقه سريعه جدا، انا شايف كده عندها سرعه جدا في التحولات من الدفاع للهجوم، ممكن تتعب اي منتخب. بولندا عندها كذا لعيب خبره كتير جدا وبرضو مش عارفين يسجلوا، حاسس دايما اللي هو ليفاندوسكي مش هيسجل، مفيش حد تاني ممكن يسجل. وليفاندوسكي كان حلم حياته وهو طلع قال كده اللي هو نفسي اجيب جون في كاس العالم، وجات ضربه جزاء. يعني هو حارس رخم هو بيرخم جدا على الفرقه لما يبقى مزاجه رايق كده، لا انا هرخم عليكم النهارده. طبعا ما ننساش فاول ابو تريكه اللي حطه فيه في هننسى ولا ايه؟ نيجي بقى الماتش تونس والدنمارك. يا جماعه تونس عندهم روح مش طبيعيه، ما بشوفهاش في اي منتخب عربي تاني، ان هم يقتلوا على كل كوره موجوده في الملعب. فانا بصراحه ما بشوفش منتخب عربي تاني بيعمل كده، انهم كان عندهم فرصه او فرصتين ممكن يخطفوا بيهم الماتش. ليه سيف الجزيري ما كانش بيلعب؟ سيف الجزيري كان بيلعب كان ممكن برضه بسرعته كده يخطف كوره. بدفاع الدنمارك البطيء جدا، يعني كاير وكريستنسن واندرسون الثلاثه ابطا من بعض. والدنمارك يا جماعه كنت متوقع ان هم جامدين جدا وبتاع وهينزلوا ياكلوا الفرق، بس خذلوني بصراحه. يعني انا كنت متعاطف جدا مع تونس وكنت عايزهم يكسبوا حتى في اخر اللحظات. حتى الحكم كان هيحاول كده يدي الدنمارك ضربه جزاء، بس الحمد لله يعني كان في فاول قبل ضربه الجزاء. تونس موقفها كويس انها عندها استراليا الماتش الجاي، تقدر ان شاء الله تونس تكسب استراليا وتسيب بقى فرنسا تتعامل مع الدنمارك بقى بطريقتها، وان شاء الله يبقى العمر 4-5 عشان فرق الاجوان برده ممكن يفرق. يجي بقى الاخر ماتش النهارده فرنسا واستراليا. ان استراليا كانت نازله كده بالتركه يطيروا الباك الشمال ورا بافارد، وقدروا ان هم يجيبوا جون من التركه دي، بس بعديها على طول دي شامب قراها وقفلها وجاب قال لبافارد خليك بقى مع الراجل ده ما تسيبوش، عشان الراجل ده كان واقف لوحده خالص اول 10 دقايق من الماتش حتى جاب بيها الجون. اصابه لوكاس هرنانديز والله جت بافاده عشان سيو اجمل بكتير جدا، يعني مش عارف ليه بيلعب لوكاس عنده سيو. سبب لعب دي شامب باوباميكانو وكوناتي عشان هما الاثنين كانوا مع بعض لايبزيج، هما الاثنين فاهمين بعض.
عكس مثلا ما لاعب فاران وكوندي وهما الاثنين مش فاهمين بعض، فهو قال لك لا اخد بقى الكيمياء والاثنين دول فاهمين بعض، فحط يا عم اوباميكانو جنب كوناتي ومشيت، وهما الاثنين على فكره برجلهم واسع وصراع قوي في الكور المرتده. اما بقى مبابي والراجل اللي كان ماسكه، اقسم بالله الراجل صعب عليا، والله الراجل اللي كان ماسك مبابي يا باشا صعب عليا. مبابي كل شويه يجري وانت محتاج الشارع بتاعك كله يجي يقف في الحته دي عشان يمسك مبابي، انت مش هتعرف لوحدك، ولا حتى الواحد لما يجي معاك مش هيعرف برضه. والناحيه التانيه ديمبلي برضه يعني اجنحه جامده جدا محتاجين ايه تاني؟ على فكره عدم وجود بنزيما مش مقلل من فرنسا، بالعكس انا بحس ان بنزيما مبقاش موجود فرنسا بتعلى شويه ويبقى عندها ميزه انها جيرو بيلعب، جيرو ده محطه للوينجات اللي عماله تجري دي، فانت الوينجات عماله تجري فمحتاجين لاعب محطه يقف يسندوا عليه يلعبوا له كور عاليه. انما بنزيما لعيب متحرك اللي هو مهاجم بيحاول ينزل يستلم الكوره كتير، فده بيأثر على فرنسا اكتر. انا بحب بنزيما على فكره والله مش قصدي حاجه يعني. وجريزمان النهارده كان فايق، كان كل كوره لازم يبصم عليها، كل كوره لازم تيجي لجريزمان، وجريزمان بقى يوزعها بقى مره يمين مره شمال، مره يخش بيها في النص مره يشوط. جريزمان تقريبا كان رمانة الميزان في ارض الملعب مع فرنسا. انا شايف النص ملعب فرنسا لسه برضو يعني تشاوميني ورابيو اللي لعبوا دي نازل فوفانا، بس برضو ده مش نص ملعب تقيل يعني، ولا واحد من نص ملعب كاس العالم اللي فات موجود مع فرنسا دلوقتي. كانتي، بوجبا، ماتودي، سيسوكو، الاربعه يا جدعان في حته تانية. اللي موجودين دلوقتي اقل منهم خبره بكتير قوي، تشاوميني، رابيو، جندوزي، فورتو، كامافينجا، قليلين في الخبره مش كلاعب، هم لعيبه جامده وهيبقوا قدام مستقبل كبير، بس ما عندهمش خبره ان هم يشيلوا منتخب فرنسا يكسبوا بيه كاس عالم. ننهي بقى الفيديو باوليفير جيرو. جيرو يا جماعه هداف التاريخ لمنتخب فرنسا، معاه كاس عالم، معاه تشامبيونز ليج، معاه اوروبا ليج، معاه دوري فرنسي، معاه دوري ايطالي، وعنده شويه جوان خزعبليه، منهم جون خد بوشكاش اللي بالكعب ده، لو انت ما شفتوش لا روح شوفه. حتى ما ينفعش تقلل منه كلعيب، لا عشان هو لعيب جامد جدا. هو ممكن يكون بطيء ومش مهاري زي اللعيبه المهاريه، بس لا جامد جدا كمهاجم، مهاجم محطه زي ما الكتاب بيقول، وهداف قد جدا قدام الجون، فاديله كده شويه احترام يا عم. يا ريت بقى لو الحلقه عجبتك وصلت الحته دي من الفيديو تنسى تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تسالني اي اسئله في الكومنت، ويا ريت تتابعني على التيك توك عشان بينزل فيه فيديوهات سريعه كده عن كل ماتش في كاس العالم. بس كده، سلام.